باسم وحدة حماية نرحب بجميع المواطنين الشرفاء وجميع مكونات الشعب في روجافا، بالأخص أهالي منطقة الحميس الذي تعرضوا للظلم والتهجير والقتل. نبارك وقوفكم ومقاومتكم الصامدة منذ بداية الثورة السورية بما يقارب 5 سنوات من أجل الحفاظ على أخوة الشعوب والحياة المشتركة وأمن استقرار المنطقة. قامت وحداتنا بحملات عسكرية وتقديم المئات من الشهداء لتحرير منطقة الحميس ومن خلال تطهير منطقة الحميس وقراها من سيطرتهم وتنظيفهم من جميع الألغام التي وضعوها لإيذاء الأهالي، وكانت سببا في تأخير رجوع الأهالي إلى منازلهم. وفي الأوان الأخيرة تم تأسيس قوات سوريا الديمقراطية من كل مكونات روجافا كتفا بكتف في خندق واحد ضد مجموعات التكفيرية والإرهابية، وقيامها بحملات عسكرية بريف جنوبي من مدينة الحسكة لتحريرها وتنظيفها من سيطرة داعش، لتبقى منطقة الحميس أكثر أمانا لرجوع الأهالي إلى منازلهم وديارهم. يا شباب خلصتونا من هالمرتدين، خلصتونا من داعش هالمرتدين الكلاب الحقراء، موتونا 4 سنين احنا هاجين من بلادنا، خلصتونا منهم. اللهم ينصركم، الله ينصركم بجاه حبيبنا المحمد. ارجعوا اللهم يوفقكم، خلصتونا منهم اللهم. حماية الشعب الله يوفقكم، الله ينصركم. ارجعوا بفضل اليبكة هلا الأمان والاطمئنان للجميع، مو بس لإلي ولا لغيري ولا للجميع الاطمئنان. بفضل اليبكة هلا البيوت رجعت وما فيها شيء وداعش راحت بس. نشكركم أول شيء، نشكركم أنكم رجعتونا على منازلنا، وأنا ما أعرف أعجز لساني إنه أعجز لساني يعجز بفرحة الحميس إنه رجعنا عليهم، وهذا نشكركم عليه. وأنا متلبك ما عرفت أقول لكم وانتم اعطيتوا الامان، رجعتوا علينا استقرار، وهذا امل كنا نستناه. يمكن صار لنا 5 سنين 4 سنين احنا بس معنا كهرباء ومي، وهذا بنشكركم. ما اقول لك انا اعجز لساني ما عاد يعرف حتى يحكي.